السلام عليكم ورحمة الله متابعينا وطلابنا الأعزاء بهذا الفيديو الجديد واللي بإذن الله راح ألخص لكم آخر الأخبار. طبعا وصلتنا الكثير من الرسائل بخصوص الدخول الشامل الدور الثالث ومتى موعد النهائي لإعلان امتحانات النهائية للمراحل المنتهية وغير المنتهية، يعني من الأول ابتدائي للسادس والسادس والثالث والسادس إعدادي شو وقت امتحاناتهم. طبعا بالبداية وزارة التربية لجريدة الصباح بيّنت يوم أمس أنه الامتحانات بالنسبة للسادس إعدادي هو 20/6، يعني 20 حزيران بإذن الله هو الموعد النهائي لامتحانات الصف السادس الإعدادي بجميع فروعه للصباح وللخارجي. هاي بخصوص السادس. أما بالنسبة للسادس ابتدائي والثالث متوسط فهم قبل هذا الموعد، يعني احتمال في بداية الشهر السادس بالنسبة للثالث متوسط، يعني 1/6 3/6 5/6 بهذه الحدود راح يكون الامتحانات النهائية الخاصة للصف الثالث المتوسط. أما بالنسبة للسادس ابتدائي فالامتحانات بإذن الله ستكون في الموعد اللي هو قبل الشهر السادس، أعتقد في يوم 20/5 وبهذه الحدود بإذن الله. كل هاي التفاصيل خلال هذا الأسبوع أو اللي بعده سيتم تأكيد الأخبار وسيتم نشر جميع الأخبار النهائية. طبعا متابعينا وطلابنا الأعزاء البعض جاي تسأل اكو دخول شامل لو لا؟ طبعا باذن الله احنا راح نسوي لكم مناشدات، نحن معكم قلبا وقالبا مع الطلاب المظلومين اللي يحتاجون درجه او درجتين، ونحن معكم ايضا من اجل اضافه ال10 درجات لطلبه الصباحي على المعدل، وايضا بالنسبه لطلبه الخارجي نحن معكم في كل الاحالات باذن الله. لكن حبيت انه اوضح لكم وزاره التربيه يوم امس بينت بشكل نهائي لا يوجد دور ثالث ولا يوجد دخول شامل. لكن شفت فيديو موجود منتشر لمحمد الشياع السوداني رئيس الوزراء بين ان اكو هنالك يعني مثل ما قلت تداول بشأن اخبار الدخول الشامل، قد يكون هنالك دخول شامل. اشتركوا في قناتي التليجرام واشتركوا في قناتي اليوتيوب حتى باذن الله تصل لكم الاخبار، يعني تجيكم الزبده مالت الاخبار بشكل مباشر لكم انتم للطلاب باذن الله. اشتركوا في قناتي وفعلوا الجرس. شكرا لكم على حسن المشاهده والاستماع. تقبلوا تحياتي، اخوكم استاذ حسين القريشي، بحفظ الله وامانه، مع الف سلامه.